السلام عليكم استاذ علي ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه لك ولضيوفك الكرام الحاضرين يمك. انا اليوم اتكلم لك عن موضوعي، هو موضوع المنع. موضوع المنع انه واحد مدفوع الثمن، مواطن كويتي، وهم حتى ما يحبون الكويتيين. انا بصراحه انا استعلمت وسالت عنه، ودخلوا لي الكويتيين قالوا هذا اصلا ما نحبه احنا بالكويت، ولكن هم بنوا على حكي وانا بنوا على حكي اللي تجاوز علي، واللي شفنا يعني من خلال اليوم الشعب العراقي شاف اخلاق الكويت، شافوها بشخص، والكويت هم شافوها بشخص. من شفتوني انا احترمت نفسي، وانا محترم، انا عراقي محترم غصبا على اكبر واحد. انا محترم، مو يجي واحد يعلمني الاحترام. من غلط علي 5 مرات انا سكتت، بس بعدين من داس ببطني لا ادوس ببطنه. فهذا الحكي انا عراقي، وانا شامخ، وانا جمجمة العرب، وانا رمح الله بالقاع، وش تقولون قولوا. العراق منذ 7000 سنه هي شامخه وواقفه وما حد يوصلها. فانا فهد اليوسف وزير الداخليه الكويتي، انت يعني من تخلي اسمي بسيستم وتخلي اسمي بكل هذا زحمه وعيب. هذا من فشلكم، هذا ترى فشل. اليوم تحارب لك مواطن تحارب، انا شنو ذنبي؟ عيب، خلاص البطوله ولت وراحت. بس يا معذب باكر بدارك تضيف، احسب شهر الثالث همين انهم جايه. عيب وزحمه. وانا رسالتي مو بس للكويتيين، رسالتي حتى للمسؤولين العراقيين. وزير الخارجيه، وين دورك انت وزير؟ ايش يعني اليوم شنو دورك؟ شنو شنو اللي قدمته وزاره الخارجيه؟ سفيرنا العراقي منهل الصافي، انت شنو اللي قدمته؟ ايش سويتوا؟ يعني انا اريد اعرف ايش سويتوا. الجمهور السعودي يدخل 50,000، الجمهور العراقي يدخل 5000. لا والله ذولي هيك وذولي هيك. وثاني شيء يعني